كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، فرصة ولكن هنالك تغطية. سفيان رحيمي يتمكن من الكرة، يوقف كورتو. فابريس نغا يرفع كرة داخل منطقة الجزاء، إمكانية التصويب المباشر، تصويب هدف ممتاز، هدف اللاعب اللي دخل تقريبا 30 ثانية يضع الكرة في المرمى. أيوب نناح انتظروه كثيرا فدخل ليكون بديلا لزكريا حدراف ويوقع الهدف. كرة في المرمى معلنة بذلك من أيوب نناح الهدف الأول. هذه الرؤية الصائبة للمدرب باتريس كارتيرون. نعم تمريرة بالمقص، والتصدي لم يكن بشكل مناسب من الحارس في الوقت اللي كان أيوب نناح في المكان الرائع المناسب ويضع الكرة في المرمى. فابريس نغا لاسيست التمرير، ونناح الطير يضع الكرة في المرمى. 1-0 في أول لمسة يضع الكرة في المرمى. شوف طريقة التمرير والروعة في التصويب والكرة في الشباك. الرجاء يعقد بن حليب. صار وجال في العديد من الكرات في الخط الامامي، ولكن بعد تعود مرة أخرى لتكون رجوية ممتازة في اتجاه محسن يشور. ينطلق يشور، يمشي يشور، يدخل يشور، محاولة ممتازة، ضربة جزاء يقر الحكم عبد الرحيم اليعقوبي. من محسن يستعد للتنفيذ. محسن يشور عنده 12 هدف في الدوري الاحترافي اتصالات المغرب، والهدف رقم 13. هدف مهم لمحسن يشور، يريد أن يعتلي صدارة هدافي الدوري الاحترافي اتصالات المغرب بعد التألق من لاباكوجو ب 15 هدف. هذا الهدف اللي شاهدنا والهدف رقم 13 لمحسن يشور من نقطة الجزاء. اليوم جماهير سعيدة بما حققه لاعبو الرجاء، بما قدمه لاعبو الرجاء. هزيج رائع في المدرجات اليوم من سيريا خاصة، 2 الأهداف مقابل شيء، وكأني بفريق الكوكب الرياضي المراكشي تراجع كثيرا على مستوى الخط الدفاعي. استقبال لهدفين 2 نوعا ما قاسي. هذا الهدف يأتي من جانب محسن يشور، يضع الكرة في المرمى، شت الكرة للوسط، خط في منتصف الشباك. 2 الأهداف مقابل شيء. ربع ساعة فقط وينتهي سيناريو الجولة الثانية من مباراة اليوم والوقت القانوني من مباراة اليوم. شوف الروح الرياضية من بطر بنون، المتابعة، وأيضا وقف مع عبد الإله ميمي في هذه اللقطة. الحكم يعلن على مخالفة لصالح فريق الكوكب الرياضي المراكشي. جانب من جماهير الكوكب الرياضي المراكشي المتابعة لهذه المقابلة في ذهول من النتيجة المحققة. كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية، هدف للكوكب الرياضي المراكشي لتدليل الفريق. يأتي من جانب اللاعب سعد غزول الذي تمكن من استثمار الكرة الماضية بشكل مميز. 2 الأهداف مقابل هدف 1، ونحن سنعرج على 10 دقائق الأخيرة المتبقية. نلعب الدقيقة 79، 11 دقيقة بالضبط المتبقية، ونشاهدوا الطريقة. كرة ملعوبة ممتازة، رأسية من سعد غزول يضعها في المرمى، معلنا عن تبديل الفريق من هدفين مقابل شيء إلى 2 الأهداف مقابل هدف 1. نعم، غزول يحيي الأمل